ده هو نوفمي، طالب جامعي عنده 20 سنة، عاطل وعايش على فلوس أخوه. كل همه في الحياة قراية القصص والبحث عن فتاة أحلامه، ولما يكون مفلس بيروح المكتبة عشان يقرأ كتب ببلاش. وفي يوم وهو في المكتبة وقع على راسه كتاب اسمه سجلات الأسلحة المقدسة الأربعة. فضل يقلب فيه عشان يعرف قصته، وساعتها عرف إنه مكون من 4 أبطال، كل بطل ليه سلاح معين: السيف والرمح والقوس والدرع. ولما وصل لبطل سلاح الدرع، الكتاب نور واتنقل لعالم تاني مع 3 أشخاص تانيين، كل واحد فيهم مع سلاح من الأسلحة المقدسة الأربعة. وبيقول لهم الساحر اللي جابهم العالم ده: انتم الأبطال الأسطوريين الأربعة، العالم على حافة الدمار ولازم تستخدموا قوتكم في إنقاذه. فيقول له واحد منهم: انت ازاي جبتنا من العالم بتاعنا من غير ما تاخد موافقتنا؟ كمان بيطلبوا منه فلوس ومكافآت عشان ينقذوا بلدهم اللي بتكون اسمها ميرلو مارك. فيرد عليهم الساحر ان طلباتكم أوامر، بس لازم تقابلوا الملك وتطلبوا منه اللي انتوا عايزينه. ولما بيقابلهم الملك بيطلب منهم يعرفوا أساميهم. نعرف ان اسمهم كيتامورا ورين وكواسومي. وجه الدور على نوفمي، والملك استهزأ بيه كأنه مش عايز يعرف اسمه. فقال له نوفمي: انت يا حاج انا لسه ما قلتش اسمي. فقال له: طب قول. فقال له: أنا اسمي نوفمي، عمري 20 سنة وطالب جامعي. وقبل ما يكمل كلامه قطعوا الملك وقال لهم: العالم كله على حافة الخراب بسبب وحوش كتير بتيجي من بره بتسبب الكوارث في البلاد، وآخر مرة كانت من شهر وكنا هنتدمر واحنا بنواجهها. عشان كده جبناكم لغاية هنا، لأن الأسطورة بتقول إن أبطال الأسلحة المقدسة بس هم اللي يقدروا يهزموها، وساعة التنين الرملية بتاعتنا بتقول إن المواجهة التانية هتكون في أقل من شهر. فيقولوا له: احنا منعملش حاجة ببلاش، أهم حاجة الفلوس. فيرد عليهم وزير الملك: طبعا لو ساعدتونا ونجحتوا هنكافئكم وهندلعكم على الآخر، ولازم كل واحد فيكم يروح مغامرة لوحده عشان يتدرب كويس ويطور من السلاح بتاعه. والكلام ده من بكرة. النهاردة روحوا ارتاحوا في الأوض بتاعتكم. يبدأوا يتعرفوا على بعض وعن ثقافة البلاد اللي جايين منها، لكن نوفمي مختلف عنهم في كل حاجة إلا حاجة واحدة بس: إن سلاح الدرع ده خيار الأشخاص الضعيفة في جميع الدول، أما الأشخاص المحترفة بتختار السيف أو الرمح أو القوس. اتعصب نوفمي وبعدين قال لنفسه: مش مشكلة، أنا فريقي قوي وهتحمى فيه، وهنا ممكن أقابل فتاة أحلامي وأعيش حياة مستقرة. تاني يوم بيروحوا قاعة الملك، وكان منتظرهم أبطال المدينة اللي هيتدربوا معاهم. والملك قال لهم: اختاروا يا ولاد البطل اللي انتوا عايزين تتدربوا معاه. فكلهم راحوا مع السيف والرمح والقوس، ومحدش راح مع نوفمي. فقرب عليه كيتامورا وقال له: أكيد حد سمعنا واحنا بنقول إن بطل الدرع ضعيف وغير مؤهل للحرب. فنوفمي قعد يتحايل عليهم حد يجي معاه وينضم له. فتتبرع واحدة من فريق كيتامورا إنها تنضم معاه، واللي بتكون اسمها ماين. والملك يقول لنوفمي: هتضطر تدور على أشخاص تضمهم لفريقك بنفسك، وأنا هديلك فلوس بزيادة عنهم المرة دي على ما تكون الفريق بتاعك. بعدها بتاخدوا ماين لسوق المدينة عشان يشتروا الأسلحة والدروع اللي هيتدربوا بيها. وهناك يتريق عليه صاحب محل السيوف ويقول له: أكيد أنت الضعيف لأنك حامل الدرع، بس كل ده ما يهمنيش، أنا بشتري زبون. وقدم له مجموعة من السيوف عشان يختار منها المناسب. لكن للأسف كل ما يمسك سيف الواد يتكهرب والسيف يطير بعيد عنه. ساعتها بيظهر ليه تنبيه من الدرع إنه ممنوع يشيل أي سلاح غير سلاحه الأسطوري. وقال له صاحب المحل: أنا من رأيي تشتري بدلة درع وسيبك من حوار السيوف ده. وفعلا بيختار نوفمي البدلة ويقيسها. وخلال التدريب بتهجم عليه كائنات الباكمان، لكن ما بيحسش بالألم بسبب قوة الدرع بتاعه، وده بيديله ثقة في نفسه. بيبدأ هو كمان بالهجوم عليها، لكنه طبعا مش بنفس قوة الأبطال التانيين. فبيقول لماين: لازم نرجع نكمل عشان أطور من نفسي وأكون أقوى منهم. فبترد عليه ماين وتقول له: إيه رأيك نكمل بكرة ودلوقتي نروح نشتري سيف ودرع عشان أقدر أنا كمان أساعدك. وبيرجعوا للمحل تاني، وبتشتري ماين سلاح ودرع أغلى من بدلته. فيقول لها نوفمي: سيبي حاجة منهم عشان نقدر نكمل الشهر بالفلوس اللي معانا. لكنها مسكت إيده وحطت التانية على صدره، والواد يا عيني وشه من الخجل ما قولش، وطبعا نفذ كلامها وخد الأسلحة ومشي. والاتنين قعدوا يتكلموا هيعملوا إيه بكرة، واتفقوا إنهم هيروحوا قرية لافان عشان يطور نفسه أكتر. وقبل ما يروح ينام بيشكرها على انضمامها ليه، مع إنها عارفة إنه أضعف من الأبطال. الواد راح نام، وقام الصبح اكتشف إن فلوسه اتسرقت وبدلة الدرع كمان اتسرقت. فراح عشان يصحيها ويقول لها على المصيبة اللي حصلت له، لكنه بيتفاجئ بجنود الملك جايين عشان يقبضوا عليه.
ولما راح القصر اكتشف ان مايان هناك ومتهماه انه حاول يغتصبها بالليل، والكل عمال يحتكروا على عملته السوداء. فيقول لهم انا ما عملتش حاجه، دي كدابه وخاينه، انا بطل الدرع، المفروض تصدقوني انا. ولما يبص لمايان بيلاقيها بتطلع له لسانها وحضنه كيتامورا اللي لابس بدله الدرع بتاعه. ساعتها فهم انها خطه من كيتامورا ومايان عشان يسرقوا فلوسه وترتفع مكانتهم قصاد الملك. فيقول لهم نوفمي خلاص رجعوني للعالم بتاعي، انتوا ما تستاهلوش اني ادافع عنكم، كفايه اني من ساعه ما جيت عمالين تستهزئوا بيا، كاتكم القرف مش مكمل معاكم. لكن الملك بيقول له ما ينفعش تمشي لوحدك، الاسطوره بتقول اما تمشوا انتوا الاربعه او تحاربوا سوا، وانا مش هسجنك، كفايه ان الشعب عرف انك خاين ومغتصب. فمشي من القصر وكل اهل المدينه عمالين يبصوله باستحقار لغايه ما شافوا تاجر السلاح ومسكه كان هيديله علقه موت. لكن قبل ما يضربه ساله انت عملت كده فعلا؟ فنوفمي قال له لا طبعا، دي كدابه وخاينه. فالتاجر صدقه واداله بدله تانية من غير فلوس عشان يروح يكمل تدريبه. لكن نوفمي قال له انا مش بقبل هدايا من حد، واول ما اجمع فلوس هرجع لك تمنها. بيرجع نوفمي للغابة مرة تانية وبيبدأ يتدرب طول الليل مع كائنات الباكمان لغاية ما وصل للمستوى التاني، وبياخد جلدها عشان يروح يبيعها في السوق. فتاجر الوحوش بيقول له دول 20 واحدة وتمنهم بيساوي عملة نحاسية. فيقول له نوفمي ازاي يا عم، انت لسه بايع للي قبلي الاتنين بعملة واحدة. فيقول له انا تاجر، ده السعر اللي عندي، لو مش عاجبك شوف حد غيري. في اللحظة دي وراله نوفمي كائنات الباكمان اللي قافشة في جسمه. مسكوا نوفمي وخلى كائنات تعضه واداله علقة موت. في النهاية وافق التاجر على السعر اللي يقول عليه نوفمي. بعدها راح رجع الفلوس لتاجر السيوف ورجع للغابة عشان ينام. وتاني يوم الصبح بيجمع أعشاب طبية بالدرع بتاعه بعد ما حوله لدرع الشجر عشان يجمعها بسهولة. ولما باعها راح قعد في مطعم عشان ياكل. بيجيله مجموعة من اللصوص بيقولوله عايزين ننضم لفريقك، فخرجوا بره وحاولوا يثبتوه عشان ياخدوا فلوسه. لكن نوفمي رمى عليهم الباكمان والدرع بتاعه حماه فجريوا بعيد عنه، وفضل يقول لنفسه انا ضعيف، انا محتاج قوة هجومية زي القوة الدفاعية اللي عندي. فيسمعوا واحد من تجار العبيد وخدوا معاه لسجن العبيد عشان يختار واحد منهم يكون المهاجم بتاعه، لكن اسعارهم بتكون عالية قوي عليه. فيختار بنت ضعيفة ويقول انا اللي هدربها بنفسي، تدريب العبيد اسهل من البشر. فالتاجر يقول له طيب انا هجهزها لك، وبيعمل عليها لعنة عشان ما تعصيش اوامره. وبنعرف ان اسمها رفتاليا، وبياخدها نوفمي وبيروح بيها لتاجر السيوف عشان يشتري لها بدلة درع وسلاح جديد. بعدها بيخرج وحش الباكمان من جسمه وبيأمرها نوفمي انها تقتله. رفتاليا كانت مرعوبة من الطلب ده، واللعنة اللي على صدرها بدأت تعذبها. فقال لها نوفمي لازم تطيعي أوامري عشان ما تتألميش. وفي الآخر ضربت الباكمان بالسكينة اللي معاها. نوفمي قال لها من النهاردة هنتدرب سوا، انت هتهجمي وانا هدافع، لو ما نفذتيش اوامري هبيعك واجيب غيرك. بعدها بيروحوا سوا المطعم عشان ياكلوا. بيجيب لها نوفمي اكل الاطفال. البنت طايره من الفرحه ومش مصدقه نفسها. بعد كده بيرجعوا الغابه وبيبداوا التدريب. رفتاليا بتتطور بسرعه وبتكتسب خبره الهجوم بشكل كويس. وفي قعده صفا وهما بياكلوا بتساله انت مين؟ قال لها انا بطل الدرع، بطل من الابطال الاسطوريين الاربعه. ده بيخلي رفتاليا مصدومه مش مصدقه نفسها انها مع بطل الأسطورة. بيناموا هما الاتنين وبتحلم رفتاليا بأهلها اللي ماتوا في الموجة الأولى بسبب وحش الكلب اللي ب3 رؤوس. فياخدها نوفمي في حضنه ويفضل يطبطب عليها. بعدها بتبدأ مغامرات نوفمي ورفتاليا، وقد ايه كان نوفمي حنين عليها وبيعاملها بلطف، وده بيخليها تتشجع وتتنقل للمستوى الرابع. وبيرجع لتاجر السلاح وبيشتري لها سيف صغنن على قدها بدل السكينة. وبعدها راحوا القرية عشان يقتلوا وحوش الغابة هناك مقابل المال. لكن المال اللي بيكسبه كان قليل جدا. فبيسأل نوفمي واحد من التجار اللي هناك ايه اللي عمله في القرية عشان اكسب فلوس كتير. فبيرد عليه ويقول له لو عايز تكسب فلوس كتيرة تجيب خامات من منجم الفحم الموجود هناك وتبيعه، لكن خد بالك من ساعة الموجة الاولى بقى مكان للوحوش الخطيرة ومحدش قدر يقرب من هناك تاني. وده بيخلي نوفمي يتشجع ويشيل درع الحبل بتاعه عشان ينزل المنجم ويجيب الخامات. لكن وهو بيكسر في المنجم عشان يطلع الخامات بيهجم عليه نفس الوحش اللي قتل اهل رفتاليا، وده بيدخلها في نوبة صريخ اول ما شافته.
فياخدها نوفمي وينطوا في البحر. بعدها يطلع نوفمي عشان يواجهه ويقول لها لو قتلتي الوحش ده هنا هتقدري تكوني قوية وتبقي مهاجم كويس في الموجة التانية، وده هيمنع الأطفال يعانوا نفس معاناتك. وفجأة الوحش بيهاجم نوفمي ويعضه في دراعه، وبيقول لرافتاليا دي فرصتك يلا اقتليه، لكنها كانت خايفة قوي. لكن خوفها من فقدان نوفمي كان أكبر، وبكل قوتها قتلت الوحش بالسيف، ويكمل عليه نوفمي بدرع الحبل بتاعه. بعدها بتحضنه وتقوله أرجوك ما تسيبنيش أبدا. فيرد عليها ويقول لها طالما أنا بدافع وانت بتهجمي محدش فينا هيموت. البت رافتاليا كبرت وبقت جميلة لأنها من أشباه البشر اللي بيكبروا بسرعة حسب خبرتهم. فياخدها نوفمي لتاجر السلاح عشان يشتروا سيف سحري وبدلة درع استعدادا للموجة التانية اللي قربت تبتدي. بعدها بيروحوا يشوفوا الساعة الرملية، وده عشان يعرفوا ميعاد الموجة التانية والأماكن اللي هتيجي منها. ولما بيوصل نوفمي للساعة بتسحب طاقة من الدرع بتاعه، وبيظهر له ان الموجة التانية فاضل عليها 20 ساعة. لكن بيتفاجئ بوجود كيتا ورين وكواسومي اللي بيستهزئوا بيه ويقولوا له ما تجيش الموجة التانية عشان مش عايزين حد يعطلنا. بيسمع نوفمي كلام من هنا وبيطنش من هنا، وبياخد رافتاليا وبيمشي. ويوم الموجة الصبح كل الأبطال والجنود بيروحوا الغابة مستنيينها انها تيجي، وفعلا بتتحول السما للون الأحمر وتبدأ الوحوش انها تنزل عليهم. بيلاحظ نوفمي ان معظم الوحوش متجهة للقرية، فيسيبهم ويروح هو ورافتاليا للقرية. نوفمي بيتصدى للوحوش لوحده لغاية ما يقدر يجمع معظمهم عند برج، وبيرمي عليهم البنزين ويحرقهم. لكن فجأة جنود الملك بيرموا على الوحوش قنابل من النار، ومش مهتمين بوجود الناس ولا بطل الدرع. ده بيخلي رافتاليا تتعصب، وكانت هتقتل القائد بتاعهم لولا نوفمي قدر انه يمنعها. وظهر وحش ضخم ورا قائد الملك، لكن نوفمي قتله وقال لهم امشوا من هنا وانا هتكفل بيهم. لكن مجموعة من الجنود عجبتهم شجاعة نوفمي وفضلوا معاه وساعدوه في القضاء على باقي الوحوش. على الجانب التاني الأبطال التانيين كانوا بيقاتلوا بشجاعة، فقال لهم قائد الجنود الملك منتظركم لأنكم أنقذتم البلد وأكيد هيكافئكم. وأهمل شجاعة نوفمي واللي عمله مع القرية. بعدها بتظهر الساعة الرملية وهي بتدور أسرع من الموجة التانية، وبكده نفهم إن في موجة تالتة أشرس من الموجة التانية، وده بيكون في نهاية الحلقة التالتة. بتبدأ الحلقة الرابعة بالأبطال الأسطوريين الأربعة في حفلة في قصر الملك بيحتفلوا بالانتصار العظيم، ونوفمي قاعد وحيد ورافتاليا بتحاول تهون عليه وبتأكله في بقه. فيجي الواد كيتا ويقول له انا عايزك تبارزني عشان نعرف مين الاقوى، ولو كسبت هتحرر رافتاليا من العبودية بتاعتك. لكن نوفمي ما يوافقش على كلامه واخد رافتاليا عشان يمشي. والملك بيقول له ما يقلقش بالبطل انه يكون عنده عبيد، انا بجبرك بمبارزة كيتامورا عشان نحرر رافتاليا من العبودية. وفعلا تبدأ المبارزة بين كيتا ونوفمي، واللي بيكون فيها نوفمي شجاع واظهر قوة الدرع بتاعه من الخبرات اللي اكتسبها. لكن مايان بتأثر عليه بتعويذة سحرية وبتخلي كيتا يستعيد قوته ويقوم من تاني ويهزم نوفمي برمح البرق. فبيقوم نوفمي ويقول لهم المرة دي مش محسوبة، مايان سحرت لي، هو انتم ما شفتوش سحرها؟ فكلهم انكروا وانهم ما شافوهاش. وبكده تنتهي المبارزة بفوز كيتامورا. وبعدها بنكتشف ان مايان بنت ملك البلاد وعملت كل العمايل دي عشان تكسب حب كيتامورا. بيغضب نوفمي جدا ويقول لهم كل كره ده عشان انا بطل الدرع، خلاص انا مش عايز الدرع ده تاني، ويرميه بعيد عنه. لكن بيرجع يمسك في ايده تاني، لعنة يا ابني والله يحلت عليك. المهم بيحرر كيتامورا رافتاليا من اللعنة بتاعتها، لكنها بتضربه بالقلم وتقول له انا ما طلبتش منك تحررني، انا عبدة لنوفمي. بيجي رين وكواسومي ويقولوا لمايان احنا شفناكي وانت بتأثري على نوفمي بسحر الرياح، عيب على فرد من العيلة المالكة تعمل حاجة زي كده. بعدها بتروح رافتاليا لنوفمي وتاخده في حضنها لغاية ما يفوق من غضبه. وكيتامورا يقول لرين وكواسومي هي بتعمل كل ده عشان دماغها مغسولة، فيرد عليه ويقولوا لا هي عايزة تبقى رفيقته ويا ريت ما تقربش منهم تاني. وبتخلص الحفلة على كده. تاني يوم الصبح بيروح الأبطال قاعة الملك عشان ياخدوا المكافآت بتاعتهم، وزي ما توقعنا كيتامورا أخد أكبر حصة من المكافأة، ورين وكواسومي أقل منه. أما بالنسبة
بالنسبة لنوفمي الملك ما كانش عايز يديله المكافأة بتاعته، وقال له عشان انت مغتصب وخاين وكمان مستعبد فتاة صغيرة. لكن رين وكواسومي اقنعوا الملك انه يديله الفلوس لانه حمى قرية بدل الفرسان، فيديله الملك فلوس اقل منهم كلهم. بياخد نوفمي الفلوس ويمشي وهو غضبان. بيرجعوا هما الاتنين لتاجر العبيد، ورفتاليا بترسم لعنة العبيد على صدرها من تاني. بعدها بيحاول تاجر العبيد انه يقنعه يشتري بيض الوحش مقابل 100 عملة فضية، ويفضل يقوله على مميزاتها لو رباها كويس وجبعها هيكسب تنين مقابل 20 ذهبية، فيشتريها منه نوفمي وياخدها ويمشي. ورفتاليا عمالة تقوله بلاش تضيع فلوسك على الفاضي، ونوفمي يقول لها انا جبته عشان يساعدك في القتال جنبي، لو محتاجناهوش بعد كده هنبيعه. بيروحوا هما الاتنين لتاجر ادوية، فبيديله التاجر كتاب وصفات ادوية هدية لانه انقذ سكان القرية، وكمان قال له عدي على سيدة السحر عشان عايزة تشكرك لانك انقذت حفيدتها في الموجة التانية. فيروح لها وتديله كتاب سحر عشان يتعلم تعويذ السحر والشفاء. فيبدأوا هما الاتنين يتعلموا من الكتاب السحر لغاية ما بتروح رفتاليا في النوم، وفجأة بيصحيها نوفمي ويقول لها بصي البيضة فقست. بيطلع منها كتكوت ظريف بيحبه نوفمي ويبدأ يربيه، ولما يكبر يسميه فيلو. وفي يوم هما في القرية بتيجي مايان ومعها كيتيا عشان الملك عينه حاكم على القرية، وفرض ضريبة كبيرة مقابل إعادة تعمير القرية. فالقرويين رفضوا يدفعوا الضريبة، فرفعت مايان عليهم السيوف وقالت لهم انتوا ازاي تعصوا أوامر الملك. وفجأة بيجي جنود من الحكمة العليا بيأمروها انها تمشي من القرية، لكن مايان قالت لنوفمي سابقنا عشان نسيب القرية ونمشي. فيرد عليها ويقول لها انت عبيطة يا بت ولا ايه؟ طبعا مش هوافق على اللي بتقوليه ده. فيبصله سكان القرية ويفضلوا يتحايلوا عليه لغاية ما يوافق. بيبدأ السباق بين كيتيا ونوفمي، مع ان مايان كانت بتستخدم سحرها على نوفمي عشان يخسر، لكن قدر نوفمي انه يكسب السباق. بيشكروا سكان القرية بيدوله عربية مكافأة وجواز مرور هدية، ده بيخليهم يتنقلوا بين البلاد من غير ما يدفعوا ضرايب. بعدها بيرجع نوفمي مع رفتاليا للغابة عشان يناموا. تاني يوم الصبح بيتفاجئوا ان فيلو اتحولت لبنت على شكل ملاك، فياخدها نوفمي لتاجر السيوف عشان يجيب لها هدوم، لكن يقول لهم دي عايزة خياطة مش بدلة درع. لما بيروحوا للخياطة بتقول لهم هاتولي خيط سحري، دي ما ينفعش معاها خيط عادي. فبياخدوا هو وفيلو لقريته بأقصى سرعة، وبيشفي نوفمي أمه من مرضها. ومن بعدها اتشهر نوفمي إنه متخصص في الشفاء والسحر. وفي يوم من الأيام كان بيوصل تاجر ذهب لقرية تانية، فقطع طريقه مجموعة من اللصوص عشان عايزين البضاعة اللي مع التاجر، لكن نوفمي اتغلب عليهم مع فريقه. فتاجر الذهب أعجب بيه وخده معاه عشان يعلمه صناعة الأحجار الكريمة، وكمان عرفه على تجار مهمين في القرية. وفي الآخر ودعوا بعض وقال له على مكان هيلاقي فيه الخيط السحري. فرجع نوفمي للقرية وأخد ساحرة معاه عشان يجيبوا الخيط من كهف الأحجار، وفعلا بيقدروا يجيبوه بعد ما قتلوا كائن أسطوري عبارة عن أسد بديل تعبان. وفعلا بتخيط الساحرة فستان جميل لفيلو بحيث لما تتحول لبنت صغيرة ما يتقطعش. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنشوف ده في الفيديو الجاي بإذن الله. وما تنساش يا صاحبي تعمل أحلى لايك وتفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، واشوفك بخير يا صديقي في الفيديو الجاي.